النهارده هنعمل مع بعض الحنة، بس هنعملها بشكل مختلف غير كل مرة. تعالوا نشوف عملنا إيه وضفنا عليها إيه والمكونات يعني. يلا ندخل على طول في الفيديو، بس ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبة قلبي أم النور، ونبدأ كده على طول. مبدئيًا كده معايا هنا المكونات. طبعًا المكونات دي ده كان فيديو كان عندي يعني. وعملت الحنة دي قدّامكم بس مش حطيتها على شعري. أنا هاقول لكم نفس المكونات بالضبط اللي أنا عملتها واستخدمت إيه المرّة دي. دي حنة 5 خمسات من الصيدلية، بس أنا حطيت مكانها الحنة البلدي. وعندي هنا مَيّة الروزميري اللي هو العصير بتاع الروزميري اللي إحنا بنعمله في الشعر. وعندي هنا جل صبار بس يكون فريش. مش عايزين اللي هو المُعلب ده اللي هو في الصيدلية. أنا عايزة في الوصفة دي جل الصبار اللي هو الفريش. وعندي هنا عصير جرجير. يا لهوي على كل المكونات دي. هتشوفوا شعركم متغير، مش عايزة اقول لكم 180 اكتر من 180 درجة. وعندي هنا النخاع الحيواني، انا عملته قبل كده معاكم. الطريقة موجودة على الصفحة وعلى القناة. النخاع الحيواني برضو من الحاجة العسل للشعر. يعني مش عايزة حد يقول لي الريحة وحشة والكلام ده. وعندي هنا بيضة واحدة وعلبتين زبادي، ولو حابين تستغنوا عن البيض خالص مفيش مشكلة. بس هو برضو عامل رئيسي جدا للوصفة. انا قلت ممكن تستغنوا عنها خالص البيضة، لان ممكن تعليقات تقول لي البيض غلي ومش هنحط حاجة في شعرنا. فكل حاجة براحتكم. بس بصراحة كده، لو ما غيرتيش اي حاجة في الوصفة هتلاقي شعرك اتغير اكتر من 180 درجة. اكتر من كده بكتير بجد. هتشوفوا اخر الفيديو هتشوفوا شعري واللمعان اللي فيه والعسل اللي فيه. المهم بعد كده الكيس هنا على حسب طول شعرك هتحطي قد ايه من الكيس. انا شعري لما كان كبير وقتها حطيت نص الكيس. ولحد دلوقتي برضو لما استخدمت الحنة البلدي حطيت قد دول بالظبط، حوالي كده ممكن نقول يعني 8 كيلو. يعني انا كنت جايبه ربع كده على بعضه، ربع كيلو اخدت نصه. وبعد كده حطيت عليه علبتين الزبادي والنخاع الحيواني وكمان البيضة. بس عملتها وحدها كده في الطبق علشان ما تكلكعش كده. تتوزع كويس يعني. وبعد كده هحط 4 معالق كبار من جل الصبار. ويستحسن زي ما قلت لكم تشتروه فريش، في ناس كتير على فكرة بتبيعه ببرطمان كده، بس معرفش فين بصراحة بيتباع. المهم بعد كده هحط 4 معالق برضو من الجرجير، مية الجرجير ومية الروزميري. وهقلب شوية كده لحد ما اشوف القوام. لو احتجت تاني هحط من مية الروزميري، وهحط من مية الجرجير اللي هو عصير الجرجير. مش هاحط أي مَيّة خالص ولا أي حاجة تانية. الحاجة اللي أنا زوّدتها اللي هو المايونيز، بس كده. زوّدي كده حوالي 4 معالق كبار أو معلقتين كبار من المايونيز. بس طبعًا على حسب طول شعرِك، ممكن شعرِك يحتاج معلقة واحدة بس، وممكن شعرِك يحتاج 5 أو 6. وكمان حطيت نوعين زيت، زيت زيتون أصلي وكمان زيت الروزميري. ما تستغنيش عنه في الوصفة، لإن فعلًا بيطرّي الشعر جدًا هو والزبادي، لإن طبعًا معروفة الحنة بتخشّن الشعر شوية. الحاجة الأخيرة بقى العسل كده، السكر، القمر، زيت الخردل. هاحط كده حوالي ممكن نقول معلقة أو معلقتين. وبرضه على حسب طول شعرِك. يعني هتقدّري كده بالنظر هتحطي قد إيه في الحنة. أنا هاحط معلقتين كبار على كمية الحنة اللي أنا عملتها. شايفين؟ يا لهوي بجد على الخلطة دي. مش هاقول لكم 180 درجة، لأ، أنا عايزة أقول لكم أكتر من كده هتقولوا لي أنتِ بتضحكي علينا. لمّا تجربوها كده بنفسكم هتعرفوا بجد إن كلامي صح و100%. المهم بعد ما عجنتها هاسيبها ساعة، تقدري تسيبيها أكتر من كده. وبعد كده هنطبقها على طول على الشعر، على شعر نضيف ما يكونش مزيت ولا أي حاجة. أنا شعري هنا كان نضيف، بس يعني كان مغسول مثلًا نقول ليومين، بس كان لسه نضيف، مش مزيت ولا أي حاجة. لو أنتِ شعرِك من النوع اللي بيعمل زيت كده، يعني زي إفرازات دهون كده، فلازم تغسليه. مش هينفع تحطي الحنة على كده. لكن لو شعرِك اللي هو العادي يعني مش بيفرز أي حاجة كده، طبيعي يعني، ما فيش أي مشكلة على فكرة، لو نضيف حُطّي الحنة على طول. وهاقول لِك كمان لو غسلتِ شعرِك هتحطّي الحنة إزاي، علشان ممكن في ناس تبقى محتارة يعني كده، أحط الحنة في شعر مبلول والّا شعر ناشف؟ لو أنتِ هتغسلي شعرِك من التزييتة اللي هي بتبقى فيه اللي هي الدهون، ممكن على فكرة مش لازم تستني اللي هو ينشف، مش لازم يعني تخلّيه ينشف خالص والواحد كده روحه بتطلع لكن ممكن تخلّيه شعر كده زي مندي. يعني تسيبيه في الفوطة شوية لحد ما يشرب كل المَيّة، يعني الفوطة تمتص كل المَيّة. وبعد كده تحطّي الحنة زي ما أنا باعمل بالضبط. ما فيش أي مشكلة على فكرة، الاتنين نفس النتيجة وما فيش أي مشاكل. لكن أهم حاجة ما تحطّيش الحنة على شعر كده ما يكونش مزيت ومش نضيف، ده أهم حاجة. تعالوا أقول لكم بقى المكونات دي بتعمل إيه للشعر. أول حاجة الصبار، ده معروف بيخلّي الشعر كده بينمو، وكمان بيخلّيه غزير كده وعسل وبيلمع.
ده ليه فوايد تانية كتير طبعًا، بس أنا هاختصر. وكمان الروزماري ده المعروف في إنبات الشعر وتطويل الشعر، وكمان البيض ده بروتين طبيعي 100%، يعني ما فيش أي حاجة كده مغشوشة ولا الكلام ده، بصراحة تحفة للشعر. ممكن ناس كتير زي ما قُلت لكم تستغنى عنه علشان هو غِلي وكده، بس هي بيضاية واحدة يعني مش هتعمل حاجة. واحدة مش هتعمل حاجة يعني، 3 جنيه والّا 4 جنيه، أنا مش عارفة بقت بكام. المهم يعني أنا باجيب كرتونة على بعضها وما أعرفش الواحدة بكام. المهم عايزين تحطّوا حطّوا، مش عايزين خلاص، بس هو بصراحة يعني حلو. المهم بعد كده الجرجير، يا لهوي، يا لهوي على الجرجير. عسل كده، بس هو مشكلته الوحيدة إن هو بينشّف الشعر شوية، ولكن إحنا بنحط حاجات بتعادل كل الحاجات دي، حطينا الزبادي وحطينا المايونيز وحطينا البيض، يعني أظن ما فيش شعر هيبقى خشن تاني. هاوريكم النتيجة في آخر الفيديو. وفعلًا، فعلًا الناس اللي بتقول لي أنتِ شعرِك حلو وحده، على فكرة هاقول لكم على حاجة، أنا استخدمت الحنة لوحدها، لوحدها من غير حاجة. من غير حاجة خالص، خلّت شعري عارفين سلك المواعين؟ زي كده بالضبط. بأمانة على فكرة. قُلت كده هاجرّب الحنة لوحدها، بس الكلام ده مش الأيام دي خالص، الكلام ده قبل ما أفتح قنوات وقبل ما أعمل صفحة وقبل يعني ما يكون عندي متابعين وقبل ما أعمل أي حاجة يعني. المهم عملتها مع نفسي كده وعجنتها بمَيّة ولوحدها وما فيش أي حاجة معاها. عارفين يعني إيه سلك مواعين؟ سلك مواعين. ما فيش فرق خالص. علشان بس كده أأكد لكم، التعليقات اللي بتكتبوها يا زوزو أنتِ شعرِك حلو من غير حاجة، طيب أنا شعري حلو الحنة بوّظته من غير حاجة. يعني ناس تقول لي أنتِ بتحطي الحنة ومهمًا كان شعرِك برضه ناعم مش هيحصل له حاجة، طيب أنا شعري ناعم، حطيت الحنة من غير أي إضافات وبوّظت شعري، خلّيته كده ملمسه خشن جدًا. فعلشان كده باقول لكم الحاجات اللي إحنا بنضيفها على الحنة بتفرق جدًا، يعني اضمني كده لو عملتِ الحنة لوحدها هيبقى سلك مواعين معروف يعني. لكن حُط كل حاجة زي ما أنا باحُط كده، هتلاقي نتايج زي العسل. يعني عايزة أقول لكم بعد ما عملت كده المرّة دي بالخلطات اللي أنتم شُفتوها، بأمانة شعري فيه لمعة رهيبة، كإن معمول مكوى أو سشوار، بأمانة هتشوفوا كل حاجة دلوقتي. بس مش عايزة حد يكتب لي أنتِ شعرِك كده أصلًا، حتى لو شعري كده أصلًا في حاجات بتتحط بتبوّظ الشعر. يعني في تعليق جاني على القناة، يا زوزو أنتِ حطيتِ الحنة لمّا كنت قايلة لكم إن هي بتنشّف الشعر، اترد عليَّ وقال لي: "أنتِ شعرِك ناعم أصلًا حتى لو حطيتِ الحنة مش هيحصل له حاجة." لأ طبعًا بيحصل له ونُص كمان، بيخلّي الشعر كده زي ما قُلت لكم سلك مواعين. فاتبعوا التعليمات واعملوا زيي بالضبط هتلاقوا شعر عسل، والناس اللي مش بتحب الحنة حبوها دي عسل. المهم بعد كده هاسيبها حوالي كده 7، 8 ساعات. كده يعني، وهارجع لكم ونشوف بقى الحنة عملت إيه في شعري، شايفين؟ يا سلام على اللمعان والعسل والسكر، إيه ده، إيه ده! على شعري طبعًا مش أنا، شايفين؟ عايزة أقول لكم كمان في نعومة رهيبة، يعني معروفة كده الحنة بتخشن الشعر، ولكن الحاجات اللي إحنا حطيناها خلّت الشعر كده طري جدًا. طبعًا من المايونيز والزبادي والبيض يعني حاجات كده تحفة للشعر. شايفين الفتلة نفسها بتاعة الشعر كده ناعمة، يعني تتخيلوا أنا عملت الحنة قبل كده لوحدها كانت الشعرية لوحدها كده عاملة زي سلك المواعين ومعرّجة، عارفين التعريجة اللي فيها دي كان دمه سم. لكن بصراحة الإضافات دي بتفرق جدًا. الناس اللي بتحب الحنة زيي اعملوا نفس الوصفة دي هتحبوها جدًا وهتفرق معاكم في الشعر. شايفين؟ يا لهوي! بأمانة عسل، عسل. وبكده أنا خلّصت الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو إذا عجبكم واشتراك في القناة، كمان ما تنسوش تعملوا فولو على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك. أشوفكم تاني قريب وباي باي.